السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير دايما ان شاء الله. توج فريق برشلونة بطلا للدوري الاسباني للمرة 27 في تاريخه، وذلك عقب الفوز على فريق اسبانيول في الديربي مساء اليوم بنتيجة 4-2 ضمن الجولة 34 من البطولة. فريق برشلونة رفع رصيده ل 85 نقطة بفارق 14 نقطة عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وبكده يكون حسم اللقب قبل 4 جولات كاملة على النهاية. إذا فريق برشلونة بطلا للدوري الأسباني لكرة القدم للمرة 27 في تاريخه. أهداف برشلونة سجلها كل من روبرت ليفاندوفسكي وقام بتسجيل هدفين، وأليس بالدي وجوليس كوندي في الدقائق 11 و20 و40 و53، وسجل هدفي اسبانيول اللي توقف طبعا رصيده عند 31 نقطة وحجز مكانه في المرتبة القبل الأخيرة، كل من خافير بوادو وخوسيليو في الدقائق 73 و90. طبعا المباراة زي ما شفنا بدأت بضغط من أصحاب الأرض وسجلوا 4 أهداف الفوز. طبعا بعد الفوز شهدت مدينة برشلونة احتفالات كبيرة. دي كانت متابعتنا النهاردة، متابعة خاصة بتتويج فريق برشلونة بطلا للدوري الأسباني بعد الفوز على اسبانيول. متابعتنا مستمرة معاكم بإذن الله، متابعتنا في كافة المجالات، متابعتنا لكل شيء يهمكم على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مواقع الأخبار وفي أي مكان بإذن الله هتلاقوها موجودة هنا على القناة. ما تنسوش تشرفونا بالاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. نشوفكم على خير في متابعات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.